امم مالك يا بنتي مهمومه كده ليه؟ حاسه بوحده هتموتني. ليه بس يا ست سماح كفل الشر؟ واحنا رحنا فين؟ انتوا ناس طيبين، ورغم ان الحاجه امرتكم انكم ما تكلمونيش برضه بتكلموني. دي الحاجه طيبه قوي قوي قوي، هي بس ظروفها الصعبه اللي مخليها عصبيه حبتين. وهي كمان لو عرفتك على حقيقتك هتحبك قوي يا بنتي. يا ريت، بس ازاي؟ انا هقول لها. انت كلمتي؟ عايزاها تعرف ان احنا كلمناها بعد ما منعتنا ان احنا نتكلم معاها. امال يعني نسيبها منبوذه على طول كده؟ لا يا اختي نتنبس احنا كمان معاها، ليش بقى لو كبرت في دماغها وقطعتنا احنا كمان. لو على ايه بلاش. طيب احسن. يا ميلة بختك يا سماح، يا ميلة بختك. انا بقيت عامله زي الجربانه والكل بيفر مني. معلش يا ست سماح، احنا ناس غلابه وخدامين اكل عيشنا. أولاد الحقوني، يا هنية يا نورة، الحقوني الحقوني. يا لهوي، حاجه كوثر، حاجه كوثر، مالك يا حاجه؟ مالك يا حاجه؟ حاجه كوثر، يا هنيه يا هنيه. الحمد لله على سلامتك يا أنا فين؟ أنت مين؟ ده الدكتور يا حاجه كوثر. دكتور؟ ايوه، خضتينا عليكي يا حاج. وإيه اللي حصل لي؟ أزمة وعدت على خير، علشان تبطلي تاكلي جبنة قديمة وما تاخديش الدواء في ميعاده. يا ما نصحتك يا ست الكل. جيت آخد الحباية، لقيت الدواء خلص، ملحقتش أجيبه. لقيت الأزمة جاتني فجأة. البركة فيها بنتك، لولاها كنت دخلت في مشكلة كبيرة. بنتي؟ دي جاتني العيادة وخطفتني من وسط العيانين علشان تنقذك. ده اقل واجب يا دكتور. عموما أنا كتبت لك على فيتامينات مع الأدوية اللي بتاخديها، وما دام حضرتك نساية كده يبقى هخلي بنتك هي اللي تجيب الدواء وتتابعك، لأن من اللي شفته شكلها مش هتنسى بقى. متشكرة قوي يا دكتور. هنية ايوه يا ست. وصلي الدكتور. حاضر يا ست. عن إذنكم. اتفضل. سماح، ايوه، انت ليه عملتي معايا كده؟ اي حد مكاني كان هيعمل كده. رغم كل اللي عملته معاكي. يا ما دقت على الراس طبول يا حاج، ولو جت على عمايلك يبقى رضا. يظهر انا فهمتك غلط. ولا يهمك، انتي لا مؤاخذه يعني في مقام امي. ممكن ترتاحي لحد ما اجيب لك الدواء. انا عامله لك شوربه فراخ هتاكلي صوابعك وراها. امي ماتت وهي بتولدني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني انت بقى يا بنتي يتيمة من يومك. المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين يا حاج. ايوه يا بنتي. طب وعشت ازاي؟ رحت عند خالتي، هي اللي ربتني. الله. طب ابوكي راح فين؟ كان موجود بس زي قلته، اصله اتجوز واحده تانية وخلف منها عيال. يا كبدي يا بنتي، يعني انت ما كنتيش بتشوفيه بقى؟ كنت بشوفه في الاعياد، اصله كان مشغول دايما. طيب. طب يا بنتي، يعني عاوزه اسالك سؤال كده بس ما تزعليش مني، ما تاخذنيش يعني. ابوكي كان تاجر مخدرات من زمان؟ فشر. انا ابويا ترزي قمصان محترم، وكسته دي ما جاتلوش الا على كبر. ما هما لما بيكبروا بيتجننوا. كله من مراته الحربايه، اصل كان ليها طلبات كتير جدا، وشغله القمصان شطبت لما طلع الجاهز، وحالة ابويا زنقت على الاخر. طيب ما دورش ليه على شغلانه شريفه بدل سكه الحرام دي؟ يا حاج ابويا ما تاجرش في المخدرات، كل الحكايه انه خزن بضاعه لواحد تاجر عنده في المحل وخد عليها ارضيه. ما هو يا بنتي اللي بيداري على مجرم يبقى مجرم زيه. المضطر يركب الصعب، والحاجه وحشه يا حاج. طب وانتي ليه ما نصحتيهوش؟ انا عرفت بعد فوات الاوان، اصل خالتي لما ماتت جوزها اتغير من ناحيتي وبقى بيبص لي كده بصات مش مريحه، لحد ما فاجئني انه طالبني للجواز. يخيبه، ده راجل اتجنن ده ولا ايه؟ فعلا اتجنن،
اضطريت بقى اسيب بيته واروح اقعد مع ابويا ومراته التانية وعيالها. هي يا بنت المشرحه ناقصه قتله. في نفس الاسبوع اللي رحت فيه اتقبض على ابويا ومراته طردتني من البيت. يا ساتر يا رب، هو جرى ايه في الدنيا دي؟ الناس ما بقاش في قلوبها رحمه ولا ايه؟ اتلطمت في الشوارع، بعت مناديل وورد لحد ما لقيت شغلانه في قهوه بلدي انام فيها بالليل واصحى الصبح اشتغل. كنت بتشتغلي فيها ايه؟ بخدم على الزباين، والحظي ان نسيم مختار كان واحد من زباين. بس يا بنتي دي شغلانه صعبه قوي على واحده ست. شفت فيها كتير، اللي عاكس واللي يرزل واللي يمد ايده. ايه يمد ايده؟ بس كنت بقى طحاله. ده انا حره وما اقبلش على نفسي الحرام ابدا. ايوه كده جدع يا بت. الكل كان طمعان فيا الا سي مختار الله يستره، هو الوحيد اللي كان حاسس بيا، وبدل ما ينهش معاهم عرض عليا الجواز عشان يسترني ويحميني من كلاب السكك. مختار ابني عمل كده؟ جدع وشهم، راجل ولا كل الرجاله. ربنا يبارك لك فيه يا رب، ويجعل تربيتك ليه في ميزان حسناتك يا حاجه. في ميزان حسناته هو كمان. يا مختار، أول مرة في حياتك تعمل حاجة عدلة. بعد إذن حضرتك يعني ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضلي يا حبيبتي. ممكن أقول لك يا ماما، أصل اتحرمت من الكلمة دي طول عمري، نفسي قوي أقولها لك. يا حبيبتي يا بنتي، تعالي يا حبيبتي.